للاسف كل الفحوصات اللي عملناها اليومين اللي فاتوا اكدت ان حضرتك عندك فشل كلوي مزمن. لا اله الا الله. لا اله الا. هنحتاج نغسل لحد ما نزرع، عشان كده عملنا لك القسطره الجديده دي. لا لا لا، انا مش هغسل تاني. حضرتك قلت ان انا هغسل بس كذا جلسه وبعدين هطلع، وبعدين الغسيل ده بشع. انا ببقى تعبانه جدا ما بقدرش حتى اقوم من السرير. الغسيل ده يعني حل مؤقت لحد ما نعمل عمليه الزراعه. هتحتاجي تغسلي 3 مرات في الاسبوع، وكل جلسه 4 ساعات، وما ينفعش تفوتي الجلسه لاي سبب. خلاص ماشي، لو ما غسلتش هيحصل ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، ده ما بقاش اوبشن بالنسبه لك، ده خلاص حياتك بقت متوقفه عليه. يا رب. طب يا دكتور، الغسيل ده ليه اي اعراض جانبيه؟ يعني مع الوقت بيعمل هشاشه في العظام، في قيء، في دوخان، في وجع في العضلات، في شد عضلي كبير. بس احنا طبعا هنقدر نخلف عادي ها؟ الحمل مع الغسيل بيبقى صعب يكاد يكون مستحيل، ولو حصل ما بيكملش. فمعلش نأجل موضوع الخلفة ده لحد بعد الزراعة ما نطمن عليكي. طب وهي اجراءات الزراعه ايه يا دكتور؟ يعني بيعتمد على وجود متبرع مطابق من العيلة. انا حدلها. هو لازم من العيله؟ يعني ما ينفعش يبقى حد من بره؟ لو من بره العيلة غالبا هيطلب فلوس، ودي حاجة مش قانونية وأنا ما بعملهاش. طب من فضلك ايه الاجراءات اللي المفروض تتعمل قبل العمليه؟ يعني احنا ما بنفضلش المتبرع يكون من كبار السن، بس ممكن نعمل فحوصات نطمن على صحة حضرتك ونتأكد ان تحاليلك مطابقة الرين. طب ممكن حضرتك تكتب لي بس التحاليل اللي المفروض تتعمل الاول؟ مش هيحصل مش هيحصل. بس يا مش بنت. هيحصل. بس بطلي عبط. هيحصل. انا رايي من راي ريم. وانا هكمل غسيل هنا؟ هو اللي يريحك، بس يعني يفضل يكون مكان قريب للسكن بتاعك. طب انا هخرج امتى؟ يعني خلينا اجيلك كده اخر المرور وان شاء الله نخرجك. متشكرين يا دكتور. الف سلامة عليها.